طب انت عارف ايه المشكله الكبيره فعلا؟ ان لا انت فاهم انت عايز ايه، ولا هم فاهمين انت عايز ايه. فانت بتروح تقعد في الكورس، تاخد اللي غيرك بياخده، فتلاقيهم فاهمين وبيتفاعلوا، فتحس ان العيب فيك، فتركن على جنب وتحط همك في قلبك وتسكت. وبعدين بعد محاضرتين ثلاثه تسيب الكورس وما تكملش، وبعدين ترجع تلف نفس اللفه تاني. ما انت مزنوق، ما انت لو ما خدتش انجليزي لا هتشتغل ولا هتسافر، ولا الحاجه اللي انت بتاخد علشانها انجليش بتخلص. والعقده بقى بتزيد، والخنقه بتزيد، والقرف بيزيد. لا هم فاهمين ولا انت فاهم، ولف بينا يا دنيا. هي دي اكبر ازمه بتقابلك في كل حته. بس انا بقى عارفه مشاكلك كلها، ممكن احكيهم لك واحده واحده في كل فيديو. ولو قلبت في التيك توك والفيسبوك هتلاقيني كاتبهم لك كلهم. من اول مش عارف اعمل جمله ومحدش بيقول لي ازاي اعمل جمله، لحد بقف اقعد كده اترجم من عربي لانجليزي في مخي، وبعدين اشوف الجرامر صح ولا غلط والكلمات صح ولا غلط، وبعدين احاول ارد ويهبد يرد كويس. وكتير بقى وخايف وقلقان، واصل اللي بيسمعني بتكلم انجليش لو عملت قدامه ميستيك هيبص لي بصه مش اللي هي، واصل انا بتعامل في مكان في ناس كتير اصغر مني، فلما اعرفهم ازاي بتعلم انجليزي كتير حوادث كتير قوي. هحلها لك كلها في المنحه بتاعتي، انا اللي هدرس لك فيها 3000 جنيه 4 شهور. ومش هتلف بينا يا دنيا تاني، هتخلص المنحه وانت فاهم يعني ايه لغه، عارف يعني ايه انجليزي. مش ناوي تسيب كومنت طيب ولا ايه؟